طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. ورشة عمل تعليمية في أغردات. تنظيم مهرجان الإريتريين في أستراليا ونيوزيلندا. دعوة لمواصلة دعم الأسر الفقيرة في عد قيح. موجة ثانية من الغارات التركية على المسلحين الأكراد في العراق وسوريا. الرئيس المصري ووزير الخارجية الصينية وحسن العلاقات الثنائية. مصرع 11 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل. إلى التفاصيل. نظم مكتب التعليم في إقليم القاشبركة ورشة عمل يومي 13 و14 من يناير في مدينة أغردات لتقوية جودة التعليم. وأوضح خبير ضمان جودة التعليم في وزارة التعليم البروفيسور تسفاي هايلي أن جودة التعليم تعتمد على وعي ومشاركة المجتمع بأكمله وبشكل عام، وكفاءة المعلمين واستعدادهم بشكل خاص. وحث لإلحاق الأطفال بمرحلة ما قبل التعليم النظامي، لأن خدمات رياض الأطفال تساهم بشكل كبير في جودة التعليم وتحصيل الطلاب. وقال مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إن جهود تبذل لتعزيز جودة التعليم من خلال أولويات تأهيل المعلمين وسد نواقص المدارس وتقوية العلاقة الثلاثية وإدخال المناهج الرقمية. ودعا حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حورية المعلمين على القيام بمسؤولياتهم بكفاءة ودعما ومبادرات المجتمعية للتخفيف من نواقص العملية التعليمية والتعلم للدفع بمبادرات تقوية الكفاءة التعليم، مؤكدا على استعداد إدارة الإقليم لتقديم المتطلبات. وقدمت في الورشة تقارير تعكس أوضاع المدارس ومقترحات لتقوية كفاءة التعليم، وأوصت لإيجاد حل لنقص الكتب المدرسية وتوسيع التعليم الرقمي. وقدمت في ختام الورشة جوائز تحفيزية لمدارس أغردات وفرتساوى والأوقاع عنسبة المتوسطة والثانوية لمساهمتهم البارزة في تعزيز جودة التعليم. نظم الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا مهرجانهما السنوي 24 في الفترة من 11 إلى 14 من يناير تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وتضمن مهرجان هذا العام الذي شارك فيه مئات المواطنين من مختلف المدن الأسترالية والنيوزيلندية برنامجا ترفيهيا لشباب على متن سفينة، وندوة حول التطورات الوطنية والإقليمية الراهنة، ومنشط فني والبرامج الثقافية وغيرها من الأنشطة. وشكر قنصل إريتريا العام في أستراليا سيد محارس تخستي جميع المساهمين لإنجاح المهرجان الذي شهد التنسيق الكبير للاتحادات الشعبية والوطنية وتجمع الأبناء والآباء. وقال إن من المهم تعزيز التأطيرات وبذل الجهود لتوعية الشباب بتاريخهم وثقافتهم وتنشئتهم على قيم مجتمعهم. وأعربت السيدة هيرميلا ميكيل ممثلة اللجنة التنسيقية للاحتفالات عن امتنانها للجهود والتفاني المبذول الذي يعكس المبدأ الوطني. وأبدى المشاركون استعدادهم للوقوف إلى جانب شعب وجيش وحكومة إريتريا والمساهمة بكل ما هو مطلوب منهم. دعت إدارة مديرية عد قيح في الاجتماع الذي عقدته الإدارات الضواحي والأعيان وممثلي الشعب ومسؤولو مجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إلى مواصلة الدعم المنظم للأسر المحتاجة. وذكرت المديرة التنفيذية في إدارة ضاحية هدامو السيدة زايد وركاب توزيع الزر المقدمة من الشعب ل40 أسرة. من جانبه أوضح مدير إدارة ضاحية هدامو السيد أبطون قدي أن العمل سيجرى لتقوية التأطير الشعبي من أجل فعالية البرامج المنفذة. وناشد مدير مديرية عد قيح السيد هبتاي تسفازقي لاستمرارية الدعم النوعي وأنشطة النفير لمساعدة المحتاجين
لمساهمتها الكبيرة في حياتهم. عقد مكتب الزراعة في مديرية سجنجتي اجتماعا لمناقشة تعزيز الإنتاج الزراعي في العام 2024 من حيث الجودة والكمية. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد تكي يتولى أن إنتاج المزارعين تأثر بسبب الأمطار غير المنتظمة في البلاد، ودعا المزارعين إلى الاستفادة من موارد بيئتهم بزراعة الخضروات وتربية النحل. وذكر بأنه من المقرر القيام بالمزيد من العمل في مجال الحفاظ على المياه والتربة في هذا العام بالتعاون مع الشركاء، وحث المزارعين على إدخال المناحل الحديثة وزراعة البطاطا الحلوة والبذور الزيتية لزيادة الربح الاقتصادي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. نفذ سلاح الجو التركي غارات جوية جديدة على أهداف للمسلحين الأكراد في شمالي العراق وشمالي سوريا، وذلك في إطار الرد على مقتل 9 جنود أتراك في أحدث هجوم لحزب العمال الكردستاني. وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن مقاتلاتها قصفت 24 هدفا في مناطق شمالي العراق، كما ضربت أهدافا في مناطق بالشمال السوري، وتحدثت عن قتل عدد كبير ممن وصفتهم بالإرهابيين. وقالت إن من بين تلك الأهداف كهوفا ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومصانع غاز يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني. وأضافت الوزارة أن المواقع التي استهدفت يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها حسب ما ورد في البيان. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بحث جانبان خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وشدد على أهمية تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الصيني أن شي والسيسي أسسا ثقات متبادلة قوية وصداقة عميقة، ما يعد أقوى ضمان استراتيجي للعلاقات الصينية المصرية. ولفت وانغ إلى أن الصين ومصر تعملان على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتحقيق نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن الصين ومصر تعملان كدولتين رئيسيتين مسؤولتان في الشؤون الدولية والإقليمية. وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري إن الصين تدعو إلى وضع حد لمضايقات السفن المدنية، كما انتقد بشكل غير مباشر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لردهم على الهجمات بضرب أهداف الحوثيين في اليمن، قائلا إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن. أفاد مكتب عمدة مدينة ريو دي جانيرو بأن أكثر من 11 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة، حيث غمرت المياه الطرق السريعة الرئيسية فيها وتعطل عمل النقل البري وقطار الإنفاق. وقال المكتب أن الأمطار الغزيرة في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو والضواحي المجاورة تسبب في فيضانات على الطرق السريعة الرئيسية وشل حركة وسائل النقل العام وسقوط ضحايا. وأشارت إلى أن أسباب الوفاة هي الانهيارات الأرضية والصدمات الكهربائية الناجمة عن انقطاع أسلاك شبكة الكهرباء في المدينة، وما زال البحث مستمرا عن الضحايا. وأعلن عمدة المدينة إدوارد بايس حالة الطوارئ في المدينة، ودعا سكانها إلى عدم مغادرة منازلهم دون داع حتى تعود الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها. لقى ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم بسبب انهيار منجم ذهب في شمال تنزانيا عقب هطول أمطار غزيرة. وقال مفوض مقاطعة باردية أن الحادث وقع في منطقة سيمو عقب بدء مجموعة
من الأشخاص عمليات تعدين في منطقة جرى تقييد النشاط فيها بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وعملت الحكومة التنزانية طيلة السنوات على تحسين إجراءات السلامة لعمال المناجم الصغيرة، لكن التعدين غير الآمن الذي لا يخضع للضوابط القانونية لا يزال قائما في تنزانيا، وهي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا ومالي. تذكير بالعناوين مرة أخرى. ورشة عمل تعليمية في أغوردات. تنظيم مهرجان الإريتريين في أستراليا ونيوزيلندا. دعوة لمواصلة دعم الأسر الفقيرة في عد ضيح. موجة ثانية من الغارات التركية على المسلحين الأكراد في العراق وسوريا. الرئيس المصري ووزير الخارجية الصيني يبحثان العلاقات الثنائية. مصرع 11 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل. قدمنا لكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.